ومعانا النهارده ملخص الحديقه السريه، ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك واشترك بالقناه عشان يوصلك كل جديد. وتبدا الحلقه بجون وهو شاب غني جدا وعايش في فيلا لوحده، وهو خارج من البيت بيقابل سوكا قريبه، قرايب بس في دايما نفسنا بينهم، وعشان سوكا مغني فليه فانز ومعجبات كتير، وعشان كده علاقاته كتير. والنهارده بينفصل عن واحده اسمها تشاي وبيقول لها انت اكيد تستاهل واحده احسن مني، فبتشتمه وتهزقه. وبيظهر جون في متحف لانه رايح يقابل عروسه اسمها يون والدته جايبها له، ولما قعدوا مع بعض يون قالت له انها نفسها تتجوز عن حب، بس جون اخر حاجه في حياته بيفكر فيها هو الحب، واهم حاجه عنده النسب والكفاءه الاجتماعيه، وان البنت اللي هيتجوزها لازم تكون من نفس مستواه على الاقل. والحب بالنسبه له شيء تافه وساذج، فقال لها واضح انك بنت تافهه وساذجه وسابها ومشي. وفي متجر لويل واللي صاحبه اساسا جون، قعدت يوم مع صاحبتها في صاله كبار الزوار، حكت لصاحبتها انها لما قابلت جون سابها ومشي، ولما نفض لها فحبته جدا وانها مش هتسيبه لحد ما تتجوزه. فصاحبتها قالت لها مش خايفه انه يكون عرف بعلاقتك بسوكا؟ فقالت لها بطلي خيابه، هو يعني لو عرف كان خرج معايا؟ وهم قاعدين بتدخل عليهم بنت اسمها غيل، ولان لبسها غريب وكمان شكله رخيص فالكل قاعد يبص لها لانها داخله صاله كبار الزوار. ولما شافوا كمان وشم تنين على دراعها فخافوا منها، فيوم فكرت خلاص المكان بقى بتاعها لانها هتتجوز جون، فراحت عشان تطردها بالذوق، وقالت لصاحبتها ما ينفعش الاشكال دي تدخل هنا، وراحت زعقت للموظفه ليم انها سمحت لها انها تدخل اساسا، وكمان خدت منها الشاره اللي مكتوب عليها اسمها، ولان غيل صاحبتها اساسا فزعلت على صاحبتها عشان اتهزقت، وقالت لها ثواني وهرجع لك بالشاره. ويا دوبك لسه رايحه لها لقت الحرامي سرق شنطه صاحبه يون، فغيل قالت لنفسها واضح ان يوم شؤم من اوله، وقالت لها ثواني وهجيب لك الشنطه، وركبت العجله بتاعتها بسرعه وطردت الحراميه، وادتهم علقه محترمه في قلب الشارع بالرغم من ان هم كان اكتر من واحد، وجابت الشنطه وادتها لها، وصاحبتها واقفه اساسا مش مصدقه، بس يون قالت لها شوفي شنطتك لا تكون في حاجه اتسرقت منها. فغيل قالت لها من باب الذوق انا ساعدت صاحبتك في اني جبت لها شنطتها، فيا ريت ترجعي شاره صاحبتي كمان. فقالت لها مش معايا انا رميتها في الزباله، فتعصبت عليها وكانت هتضربها، وقالت لها زي ما رميتيها تجيبيها، وما حلتش عنها لما خلتها تدور عليها في الزباله فعلا، ولانها خافت منها فطلعت الشاره من شنطتها وادتها لها، فخدت المنديل اللي كانت بتمسح فيه صاحبتها وحطته لها في الشنطه، وقالت لها مش انت قلت ان هي دي صندوق الزباله؟ ويون واقفه هتتجنن منها. وبعدها بنشوف غيل بتعمل دور اكشن في فيلم، وده لانها دوبليره الممثله المشهوره تشاي واللي كان بينفصل عنها سوكا، ولان المخرج قاعد يشكر في تشاي وما قالش حتى كلمه حلوه لغيل بالرغم من انها اساسا بتعمل الادوار الصعبه. فغيل زعلت وخدت على خاطرها، وتشاي كمان اساسا مش طايقاها. وفي حفله بيغني فيها سوكا بتحضر غير الحفله لانها من اشد معجبينه، وبيحضر معاها مدرب الفنون القتاليه واللي بيدربها، وده لان ملهاش اصحاب فطلبت منه يروح معاها، بس واضح انه معجب بها جدا لانه طول الوقت عمال يبص لها. وبيحضر كمان جون الحفله واللي قاعد اساسا ومش طايق نفسه وعمال يبص للحبيبه يقول ايه التلزيق والتفاهه دي، بس مضطر يقعد لانه عاوز يمضي عقد مع سوكا عشان يعملوا حفله توقيعات للمعجبين في المول بتاعه كنوع من انواع الدعايه. وبتحضر كمان يون وهي زعلانه على نفسها لانها كانت في يوم من الايام حبيبته. وتاني يوم بيروح جون المول بتاعه وبيحب يطلع على السلالم لانه عنده فوبيا من الاسانسيرات، وتشاي تكلم سوكا وهي متضايقه لانها بترن عليه كتير وما بيردش عليها، وعرفت كمان انه بيكلم واحده تانية، وقالت له تجيلي دلوقتي والا هفضحك مع الصحافه. وبعدها تروح تتدرب مع غيل على مشهد يعملوه في الفيلم، واثناء ما هم بيتدربوا وقعوا الاثنين، فغيل اتجرحت جرح جامد وبدات تنزف، ومع ذلك غطت الجرح بسرعه عشان المخرج ما يعرفش ويزعق لها ويمشيها، وده لانها خايفه على اكل عيشها. انما تشاي كل اللي حصل لها ان ضفيرها اتعور، ومع ذلك قعدت تعيط عشان ضفيرها اتعور، واللوكيشن كله اتلم حواليها، وده لانها الممثله المشهوره. ومش بس كده، ده المخرج كمان زعق لغيل لانها بوظت لها ضوافرها ومش هيعرفوا يصوروا، فاتاسفت للمخرج. ولان لين كمان مخرج المشاهد القتاليه فجالهم وقال لها انت بتتاسفي على ايه؟ انت زيك زيها بالظبط لانك ممثله واتجرحت زيها فما تتاسفيش، ما انت شايفاها عماله تعيط عشان ضفيرها، فاهتم بنفسك انت كمان، انت مش المراه الخارقه. ولان جون الموضوع عنده كبير جدا، ومش بس عنده فوبيا من الاسانسير لدرجه انه حتى لو وقف قدامه بس بيتخنق وما بيقدرش يتنفس، ويجي له اتصال من سوكا وترجاه يروح يقابل تشاي ويحجزها معاه لمده 3 ساعات لانه بيصور اغنيه ومش هيعرف يروح لها، لانه لو ما راحلهاش هتفضحه في الصحافه بالصور اللي ليهم مع بعض في الفندق. فجون وافق بشرط انه يمضي له على العقد بتاعه. ولما راح جون موقع التصوير ولانه ما يعرفش تشاي فسال عنها، بس الشخص اللي ساله كان نايم وصحاه، ولانه لسه قايم من النوم ومش شايف قدامه فشاور له على غيل لانهم متعودين يلبسوا نفس اللبس لانها الدوبليره بتاعتها. فراح لها وقال لها انت عارفه سوكا؟ فقالت له مين ما يعرفوش؟ فقال لها طب تعالي معايا عشان هو عايز يقابلك، وخدها معاه في عربيته. وقال لها هو قال لي ناخدك في المكان اللي انتوا اتقابلتوا فيه اول مره، فقالت له فندق ريدز والغرفه 1210. فاتخنق جدا لان الغرفه في دور مرتفع وهيكون مضطر يركب الاسانسير، واول ما وقفوا قدام الاسانسير بدا يتوتر واداها مفتاح الغرفه وقال لها اسبقيني وانا هاجي وراكي، بحجه يعني ان هو خايف على سمعتها انها تطلع مع شاب. فقعدت تبص له من فوق لتحت، فقال لها بقول لك ايه انا ما بحبش اتفشخر بنفسي، بس الجاكيت اللي لابسه ده غالي جدا، وفتح لها الجاكيت عشان يوريها التيكت بتاعه وانه براند غالي جدا، بس هي سابته وطنشته وركبت الاسانسير وبتقول لنفسها ايه المجنون ده. ودخلت الغرفه وهي سرحانه وهيمانه، وقعدت تفتكر في اول لقاء بينها وبين سوكا لما كانوا بيصوروا فيلم مع بعض، وكانت هي دوبليره الممثله مشهوره، وقتها كانت هي مبسوطه وطايره من السعاده لانها من اشد معجبيه. وجون المسكين اضطر يطلع السلم على رجله لحد ما تهدي حيله، ووصل الغرفه وهو مش قادر يجيب النفس وجسمه كله ميه من العرق، وخد منها كمان الميه لانه هيموت من العطش، وقال لها معلش بقى هتضطر تقعدي معايا هنا لمده ساعه. فقالت له ما تقلقش انا كل شغلي مع الرجاله. فرجع الميه اللي كان بيشربها وقال لها ايه الصراحه اللي انت فيها دي، وعلى كده بقى انت تعرفي سوكا من امتى؟ فقالت له ما قابلتوش من سنين وما تخيلتش ابدا انه يكون فاكرني لحد دلوقتي. فقال لها ينساك ازاي ده وشك
وشك ما يتنسيش، ولانه فكرها واحده شمال قال لها انا سمعت انك اتصورتوا هنا، يا ترى بقى بتكسبي من وراء قد ايه؟ فقالت له بيكون الاجر ضعيف مع النجوم الكبار الا لو التصوير هيكون خارجي، زي لو هنصور في اماكن ريفيه مثلا، والتكلفه بتكون اكتر كمان لما يكون التصوير في عربيه لان الموضوع بيكون صعب جدا. فقال لها انت كمان مش عاطه في العربيات؟ فعلا معاكي حق، الموضوع بيكون صعب لانها بتكون ضيقه ومش مريحه. وقال لها ازاي انت صريحه كده؟ انت مش محروجه وانت بتتكلمي؟ وقال لها هو انت فعلا بطله فيلم؟ فضحكت عليه وقالت له انت مفكرني مين؟ فقال لها تشاي. فقالت له انت كده شكلك اهبل وجاي من الفلاحين، وقعدت تهنه وقالت له ازاي تلبس هدوم زي دي؟ طب على الاقل فكر في سمعه سوكا. فقال لها انت اكيد مجنونه، انت ما تعرفش الجاكيت ده اساسا تكلفته كام؟ واول ما عرف انها مش تشاي اتجنن وقال لها لما انت مش هي جيتي معايا ليه؟ فقالت له ما انت اللي غبي وسالتني انت تعرف سوكا وما سالتنيش ان كنت تشاي. ويجي لها اتصال من المخرج عشان تكمل تصوير، فقفلت بق جون عشان ما يتكلمش وقالت له نص ساعه وهكون عندك، ولان المسافه بعيده وهتاخد اكتر من نص ساعه. فخدت منه المفتاح وساقت هي وطارت بالعربيه عشان توصل قبل الميعاد، وهو قاعد جنبها عمال يصرخ على اخره وخايف يموت. ولما وصلوا المكان نزل من العربيه يرجع من الخوف وسابته وطلعت تجري عشان تلحق التصوير، ولحقت شاي قبل ما تفضح سوكا لانها كانت قاعده تعيط ولما الصحفيين حواليها عشان خلاص هتفضحه، ودخل عليها ومغطي وشه عشان الصحافه ما تعرفوش، واداها الكارت بتاعه وقال لها انا من اشد المعجبين بيكي، وقال لها لمي نفسك بدل ما تضحك انت كمان، لانه كان شافهم وسوكا بيبوسها فخافت ولمت نفسها. وهو خارج من عندها شاف غيل وهي بتصور ففهم قصدها بالكلام اللي كانت بتقوله في الفندق، وقعد يبص لها وهو مشدود لها ومعجب بها جدا. ولما قابلها بره سالها عن شغلتها فقالت له انها دوبليره للمشاهد الخطره، فقال لها ليه الشغلانه الخطره دي؟ ما تشوفي لك شغلانه تانية. فضربته وقالت له عشان ادافع عن نفسي من الاشكال اللي زيك، ومشيت وهي بتتألم لان الجرح تعبها، وهو ماشي وراها ويقول لها لو ما اعتذرتليش هقضيكي. بس اول ما شاف الدم نازل منها وراح وراها بسرعه وكشف لها الجرح، واول ما شافها قال لها انت اكيد مجنونه، ازاي تسيبي نفسك كده؟ وخدها بسرعه وطلع بيها على المستشفى، ولانها طول الوقت مش طايقاه ومش عايزاه يلمسها فقال لها انا بعمل كده مش عشانك، انا بعمل ده عشان واجب عليا. ولانها تعبانه وسخنه وبترتعش فشالها ودخلها المستشفى، وفي المستشفى وهي نايمه لقى لابسه شراب ومكتوب عليه سكر للابد، فاتخنق جدا وقلعها الشراب ورماه في الزباله. ولما المخرج عرف انها في المستشفى جالها عشان يطمن عليها، ولانها كانت لسه دايخه من البنج فوهي بتتكلم وقعت، ولان جون سندها فخافت ان المخرج يفهم غلط وقالت له ان ده السواق بتاع سوكا، وهو واقف عمال يبص لها هيتجنن. ولما خرجت وعرض المخرج عليها يوصلها فرفضت وقالت له انها تركب تاكسي، ولانها ما ركبتش تاكسي ومشيت فمشي وراها. والله واضح كده انك ما ركبتش تاكسي ومشيت عشان امشي وراكي واعرض عليك اوصلك. فبصت له بقرف وقالت له انت شاغل بالك بيا ليه؟ هو انت سواق تاكسي ولا حاجه؟ وقالت له واضح كده انك شكلك مجنون وكانت هتسيبه وتمشي. ولما جاله سوكا عشان يساله عمل ايه مع تشاي فقعدت تبص له وهي مبهوره ومش مصدقه ان هي واقفه قدامه، واول ما خد باله منها قال انا شفتك قبل كده، وطلع كمان انه فاكرها وفاكر اسمها، فطارت من السعاده لانه فاكرها. ولما حس انها مبسوطه بوجوده فاتخنق فقال له اخفى من هنا بدل ما افضحك، فخاف من الفضيحه ومشي. بس اول ما مشي مشيت هي كمان وركبت الاتوبيس حتى من غير ما تقول انها ماشيه، وهو بقى واقف هيتجنن من تصرفاتها. ولما ركبت الباص فضلت تفكر في سوكا وشغلت اغاني وقعدت تسمع فيها وهي طايره من السعاده. وتاني يوم لما راح الشغل فضل طول الوقت يفكر فيها، وبدا طول الوقت يتخيلها جنبه. وحتى لما رجع البيت فضل طول الوقت برضه يفكر فيها، وبقى هيتجنن ومستغرب انه بيفكر فيها لانها اساسا مش نوعه المفضل، لانه بيحلم يتجوز واحده مثقفه وغنيه ويكون عمرها اقل من 24 سنه، ولانه مش قادر يبطل تفكير فيها. فقابل تشاي عشان يجيب رقم تليفونها منها، والمقابل انه يخليها تقابل سوكا اللي مش راضي يرد عليها. وبالفعل جاب الرقم وكلمها وفكرها بنفسه وقال لها عايز اقابلك، فرفضت وقفلت السكه في وشه، فيتجنن منها اكتر ويستغرب تصرفاتها. ولما رن عليها تاني لقى تليفونها مغلق، وعشان كده ركب عربيته وراح لها. ولما جه يدخل لها رفضوا يدخلوه، وعشان يقابلها لازم يقف في الطابور لانهم بيعملوا اختبارات اداء لكومبارس جداد، فاضطر يقف في الطابور غصب عنه. وقعد يبص عليها وهي بتضحك وهو مبهور بجمالها، واول ما شافته قدامها اتفاجئت وهو واقف متنح لها. فالمخرج قال له فين سيرتك الذاتيه؟ فقال له انا عندي مواهب لو عرفتها هتصدمك، بس على العموم انا مش جاي عشان كده، انا هنا عشان البنت اللي جنبك واللي مش راضيه تقابلني. ولما طلعت معاه قالت له انت ايه قصتك بالظبط؟ وانت مفكر نفسك مين؟ ولو مفكرني واحده سهله فاصحى وفوق من اللي انت فيه. فلا لحد دلوقتي انت ما تعرفش انا مين، ومع ذلك طول الوقت عماله تغلطي فيا. فقالت له خلصني انت عايز ايه؟ فقال انا جيت هنا عشانك، ولو قلت لك على اللي انا حاسس بيها هتقولي عليا مجنون. فقالت له انت عشان دفعت لي فلوس المستشفى هتتنطط لي هنا كل يوم ولا ايه؟ فقال لها انت غريبه، بحس انك بتبقي جميله قوي لما بتكوني زعلانه. وفجاه نزل لها كتفها عشان يشوف الجرح بتاعها، فزعقت له قالت له انت بتعمل ايه؟ فقال لها عايز اشوف الجرح عشان اطمن عليكي. وبعد ما اطمن عليها سابها ومشي. ولما راح يقابل عروسه والدته جايبها له فاتفاجئ انها برضه يون، بس المره دي جايه له عن طريق خالها. فقال لها انت كده بتضيع وقتك. فقالت له انا من ساعه ما شفتك وانا حسيت ان انت الشخص اللي بدور عليه، فاعتذر لها وسابها ومشي. فقالت له يعني انت عمرك ما حبيت من اول نظره؟ فقال لها لو راجل قال لك انه بيحبك من النظره الاولى يبقى بيضحك عليكي، لان معناها كده ان دماغه شمال وعايز حاجه تانية. ولما غير راحت تغير هدومها فشافت الجرح بتاعها وافتكرت جون لما قال لها عايز اشوف الجرح بتاعك واطمن عليكي. ولما راحت حتى تتدرب فضلت تفكر في كلامه، وعشان كده فقدت تركيزها والمدرب وقعها على الارض. ولما طلعت بره وزميلها جالها قاعد معاها فسالها عن جون وقال لها انا حاسس انه معجب بيكي. فقالت له الموضوع مش كده خالص. فقال لها طب اديني تليفونك، وفجاه يرن عليه من غير ما تعرف. وفي نفس الوقت كان موجود هو في اجتماع مع الموظفين بتوعه، والموظف قال له على اللي حصل في صاله كبار الزوار، وان الموظفه دخلت شخصيه عاديه، فقال له اطردها.
ولما رنت عليه ما بقاش مصدق، ولانها اتورطت ومش عارفه تقول له ايه، فقالت له عايزاك تجي لي دلوقتي حالا يا غبي، وحاول تيجي بسرعه وتلحقني ولا لطيفه قبل ما تحاول تاني. وفضل طول الاجتماع بيفكر وسرحان فيها. وبعد الاجتماع قال لموظف من الموظفين انه عايز المول بتاعه يكون راعي الفيلم او مسلسل درامي، ويفضل يكون الفيلم فيه اكشن وسيوف وحركات. وبعد الاجتماع راح لها زي ما طلبت منه، فلقاها بتتكلم مع الكومبارس الجدد، وحس قد ايه انها كمان شخصيه قياديه. ولما راح تدربهم راح حضر معاهم التدريب، ولما سابتهم وخرجت وعشان يفلسحهم ويخللوا الجو معاها فاداهم فلوس وقال لهم اشتروا اللي انتوا عايزين تشتروه. ولما رجع التاني ما لقاش الفريق ولقيته واقف مستنيها، وقال لها واضح كده انك عايزه تغريني عشان كده غسلت شعرك، فضربته بالرجل ومشيت. ولما راح وراها تاني قالت له انت شكلك كده مجنون، فيا ريت ما تسيبش نفسك كده ولازم تتعالج. فقال لها انت السبب في كل اللي بيحصل لي، ودلوقتي عايز اسالك سؤالين وترد عليا بكل صراحه. وسالها اذا كانت خريجه جامعه، وسالها اذا كان حد من عيلتها عندهم شركه او متحف او جامعه، فقالت له اتمنى يكون عندك تامين صحي، ومسكته وقعدت تضرب فيه، واثناء ما هي بتضربه فمسكها وثبتها تحته. وفي نفس الوقت تدخل عليهم صاحبتها واتفاجئت لما شافتهم بالمنظر ده، وقالت له وهي زعلانه ان المدير طردها من الشغل. فجون لمح اليونيفورم بتاعها وعرف انها موظفه عنده في المول، وانها نفس الموظفه اللي طردها النهارده، وطول ما واقفه عماله تشتكي له وعماله تشتم في المدير. فقالت لها استنيني على ما اغير هدومي عشان نروح لهم الشركه ونشرح لهم الموقف. فجون عرفها بنفسه ان هو المدير، وانه نفس الشخص اللي عمال يتشتم من ساعتها، ولانها خافت منه جدا فطمنها انه هيرجعها الشغل تاني، بس ما تقولش لصاحبتها ان هو صاحب المول لحد ما يجي الوقت المناسب يقول لها. ولما غير رجعت قالت لها خلاص مش هنروح لان خلاص رجعت الشغل تاني، وقعدت كمان تشكر لها في المدير. وبعدها خدهم الاثنين عشان يوصلهم البيت، واتفاجئ ان هم عايشين في بيت عادي جدا وكمان ساكنه بالايجار. وتاني يوم راحت مول جون عشان تصور فيه مشاهد الاكشن زي ما كان جون طلب من الموظف بتاعه. فتشاي شكت ان هي على علاقه بجون لانه كان طلب منها رقم تليفونها، ودلوقتي كمان بيصوروا في المول بتاعه. وعشان كده سالتها انت تعرفي جون منين، ولانها لحد دلوقتي اساسا ما تعرفش اسمه فقالت لها جون مين. وكل ما يجي يصوروا المشهد المخرج يتعصب عليها ويزعق لها لانها ما بتعملوش زي ما بيطلب منها، لدرجه ان هي عادته كذا مره وكل مره بتتاسف له، وقال لها احنا مش هنفضل هنا طول اليوم نصور في المشهد، احنا قدامنا نص ساعه ولازم نخلص هنا، ده كتر خيرهم اساسا ان هم سمحوا لنا نصور هنا. فالموظف قال له ان مدير المكان قال لنا صوروا براحتكم، وهيجي بنفسه دلوقتي عشان يشوف التصوير. ويدخل عليهم جون بكل ثقه، وهي اول ما شافته اتصدمت ومش مصدقه. ولما تشاي جت تكلمه طنشها وساب الموجودين كلهم وراح لغيل. فالمخرج راح له بسرعه وزقها من قدامه. فجون قال له انا طول الوقت كنت متابعكم ونزلت هنا لاني اتضايقت جدا. فالمخرج قال له مش عارف اشكرك ازاي انك سمحت لنا نصور هنا. وغيل واقفه تبص له وهي محروجه، فقال له عايز تشكرني بجد؟ مسك غيل من ايديها وقال له يا ريت ما تزعلهاش تاني، وشفتك بنفسي دلوقتي بتزقها، فيا ريت ده ما يحصلش تاني. وهي واقفه مبرقه ومصدومه، وكل الواقفين بدأ يتكلموا مش مصدقين. وقال له كمان انا بعتبرها من اشهر الممثلين وكمان من اشد المعجبين بيها. وهي واقفه مصدومه مش مصدقه اللي بيحصل. وعزم الفريق كله على الغدا وخدها معاه في مكتبه عشان يتغدوا لوحدهم، وكان مجهز لها سفره من كل ما لذ وطاب. بس هي ما رضتش تاكل لانها كانت مخنوقه منه لانه كذب عليها وما قالهاش حقيقته، وقالت له اياك تيجي مكان شغل تاني، وسابته ونزلت وهي زعلانه. ولما جت تاكل لوحدها في المطعم رفض يخلي الوتر تجيب لها اكل عشان سابته ونزلت، وطلعت كل الفلوس اللي معاها وادتها له، وقالت له دول ثمن فواتير المستشفى والعشاء، انا عارفه ان هم اكتر من كده بكتير بس هم دول اللي معايا، ولحد هنا خلص الكلام بينا ويا ريت ما نشوفش بعض تاني. فقال لها انا عملت كل الكلام ده عشانك، وده لانه شاف هو المخرج كان عمال يزعق لها وهي طول الوقت مقضيها اسف. فقالت له ايه المشكله في الاعتذار؟ طالما غلطت لازم اعتذر، وده اكل عيشي ولازم احافظ عليه. وبعد ما المخرج والفريق كله اتعشى وشافوا كمان معامله جون لغيل، فكلهم بداوا يتعاملوا معاه كويس وكمان بيتمنوا لها الرضا ترضى. ومش بس كده، ده قال لشاي كمان ان هي هتعمل مشاهد الخضر مكانها. وليم هو كمان زعل جدا لما عرف انها اتعشت معاه لانه مجنون بيها، بس لحد دلوقتي ما صرحهاش بحبه، وعشان كده راح له تاني يوم وحذره انه يبعد عنها. فجون قال له ما تشغلش بالك بيها انت، انا اللي هساعدها. ولما رجع البيت قعد يفكر في غيل وهو عمال يبص للفلوس اللي اديتها له، ورن على المستشفى اللي اتعالجت فيها وقال لهم عايز ايصال. وغيل وهي رايحه الشغل شافت صوره الممثله المشهوره اللي جون شبهها بيها، وافتكرت كلامه لما كان بيقول انا من اشد المعجبين بيها، ففرحت جدا. ولما راحت الشغل لقيته قدامها وهو قال لها انا مش جاي عشانك، واداها وصل المستشفى وقال لها انا عايز بقيه فلوسي، فادت له كل الفلوس اللي معاها وقالت له ال 3000 الباقيين هديهم لك بعدين. فقال لها انا مش فاضلك، انا عايزهم دلوقتي، انا مش بطلب منك مليون ولا حاجه. فتعصبت عليه وسابتهم له ومشيت. ولانها سابت الدولاب بتاعها مفتوح فشاف لها صور في الدولاب مع باباها، فطلع التليفون بتاعه وصورها، وشاف كمان صوره سوكا مع واحده وعامله تعديل على الوش وحاطه وشها هي، ولانه بدا يغير عليها فاتخانق وقطع الصوره. ولما راحت تدرب الكومبارس تمرين البطن فلقته نايم لها وعايز يتدرب، ولان لازم يكون كل اتنين مع بعض، ففي واحد ساب زميله وراح له عشان يساعده فضربه بالرجل عشان يمشي لانه عايز غيل. ولانها طنشته وبدات التمرين فقال لها تيجي تساعديني اجيب الفلوس اللي عليكي، فراحت تساعده وهي مخنوقه. ولما جه يعمل التمرين ما عملوش صح فقالت له اعمل التمرين كويس، فقال لها بلاش هتندمي. ولما عمل التمرين صح لقت وشه في وشها، وهو طبعا مبسوط جدا بالكلام ده، ولكن هي بقت محروجه وقال لها قلت لك هتندمي، وقال لها انت جميله كده من امتى؟ فسابته وقامت. فقال لها ما تزعليش كنت بهزر معاكي، فضربته بالرجل هي كمان وقالت له انا كمان بهزر. ولما طلعت على سطح المبنى طلع وراها، ولما طلع وراها زعقت له، فقال لها انت ليه دايما كده لسانك فالت؟
فقالت له انا بحترمك بس عشان انت مدير تنفيذي كبير، بس انت ما شفتش حاجه من الشتايم. وقالت له بقى من الاخر كده انت عايز ايه؟ تكونش معجب بيا؟ فقال لها انت شايفاني مجنون عشان احب واحده زيك؟ ده انا البنات بتترمى عليا ونفسهم يتجوزوني، انما انت لا عيله ولا ثقافه وحتى كمان كبيره في السن، يعني ما عندكيش اي حاجه اصلا. فقالت له طالما انا ضايعه قوي كده انت ماشي ورايا ليه وعايزني ليه؟ فقال لها اسالي نفسك، انت اللي دايما بتيجي على بالي وطول الوقت بحاول ابعدك عني، مش عارف انت عملت لي ايه بالظبط، واشمعنى انا اخترتني بالذات؟ وحتى كل ما اكلمك في التليفون تقفلي السكه في وشي، واول ما بتشوفيني عفاريت الدنيا كلها بتركبك، وحتى لما قلت لك هنتعشى مع بعض سبتيني ومشيتي. انا في حياتي بجد ما شفتش اغرب منك، وهي دي المشكله، وعشان كده طول الوقت حيران ومجنون بيكي. بس من النهارده مش هتشوفيني تاني، وهبعت لك عنوان تبعتي لي باقي فلوسي عليه. ولما روحت البيت فضلت مستنيه منه رساله، وكل شويه تبص في التليفون بتاعها، واول ما وصلت لها رساله راحت له، وكان المكان كافيه كبير وكله اغنياء، ولان لبسها بسيط فالكل قاعد يبص لها، وفي نفس الوقت تسمع البنات وهي هتتجنن عليه. ولما راحت له قالت له ايه المكان ده؟ ده المبلغ بسيط يعني ومش مستاهل كل الكلام ده. وحطت شنطتها قدامه وراحت الحمام، واول ما شاف شنطتها افتكر البيت اللي هي عايشه فيه وقد ايه انها فقيره، لان الشنطه بتاعتها مقطوعه ومدبساها. ولما رجعت له قلب وشه عليها وقال لها ايه الشنطه اللي انت جايباها دي؟ لو انت فعلا مهتمه بيا زي ما انا مهتم بيكي كنت على الاقل بصيتي في المرايه قبل ما تجيلي هنا. انت متخيله اني جايبك هنا عشان اخد منك 2000؟ بقى معقول ما عندكيش هدوم جديده تيجي تقابليني بيها؟ ولا انت فعلا فقيره قوي للدرجه دي، لدرجه انك مش قادره تشتري حتى شنطه؟ ولانها حست بالاهانه فادته الفلوس وسابته ومشيت، وهي خارجه وزعلانه قابلت سوكا اللي كان جاي قابل جون. ولما جت تمشي لان جون خرج فحاول يوقفها عشان يفهم فيه ايه، فالشنطه بتاعتها اتقطعت وحست بالاهانه اكتر، لان كان جون واقف ساعتها وبيبص لها، وساعتها جون سابهم واقفين مع بعض ومشي. ولان سوكا حس انها متضايقه فمشي معاها عشان يفرفشها، وقال لها رواقي كده هو طول عمره كده مدب في حياته، وقال لها ان هم اولاد عم وانه دايما بيتكلموا عنها كتير. ولما رجعت فضلت قاعده في الشارع وهي زعلانه على نفسها، وفضلت في الشارع لحد ما طلع عليها النهار، وجالها اتصال انها كسبت هديه من متجر جون، ففكرت زميلتها اللي اشتركت باسمها، والهديه كانت عباره عن مكنسه. فزميلتها قالت لها اكيد المدير هو اللي سجل اسمك لان هو الوحيد اللي عارف رقمك. وجون طول الوقت قاعد يفكر فيها وقعد يبص لصورها، ولانه اشتاق لها فراح لها عند البيت، وقعد كتير متردد يرن عليها، وبعدها راح لها البيت بنفسه، ولانه قرفان جدا من المكان فلف فوط على ايده قبل ما يخبط على الباب، وفي اخر لحظه رجع في كلامه ومشي. وتاني يوم استلفت شنطه صاحبتها وراحت المول بتاع جون عشان تستلم المكنسه، واول ما دخلت المول لقى جون في وشها فخدها معاه في المكتب بتاعه ورجع اهانها من تاني، وقال لها انت بجد جاي هنا عشان تستلم المكنسه؟ مش كفايه انك كنت شايله شنطه متقطعه والكيس البلاستيك احسن منها؟ انا شكلك جننت في عقلي لما فكرت فيكي. ولانها اتخنقت منه جدا فقال لها واضح انك مش عارفه انت بتتعاملي مع مين. بقى معقول بعد كل اللي عملته معاكي والموظفين كلهم شافوك وانت بتتعشى معايا دلوقتي عايزاهم يشوفوك وانت خارجه مكتبي بمكنسه؟ ولانها بدات تحبه وكانت جايه اساسا عشانه، ولانها حست بالاهانه فقالته كان المفروض ما كنتش هاجي، ولو تسببت لك في احراج فانا اسفه، بس مش همشي من هنا لما اخد المكنسه بتاعتي لان فزت في الجائزه ومش هتنازل عنها. ولان هو كمان حبها بجد وكان نفسه دايما تظهر قدامه بمظهر يشرفه، فتعصب عليها وخدها من ايديها وخدها للمكان اللي فيه الملابس، وقعد يرمي لها الهدوم على الارض وقال لها البسي الهدوم دي. ولانها اتخنقت من تصرفه فقال انا ممكن اتسامح معاك في اي حاجه الا انك لازم تظهري بمظهر كويس، وخدها بنفسه ودخلها البروفه وقال لها البسي الهدوم دي اما الهبسك بنفسي. ولانه بيتخنق من الاماكن المغلقه فسابها وخرج وهو مخنوق وبيتألم، وهي سابت كل حاجه ورجعت شغلها. ولانها حاسه انها مخنوقه فاتمرنت على العربيه وارهقت نفسها جامد في التمرين عشان تحاول تنسى كل اللي حصل لها. ولانه بيتعالج مع دكتوره من الاعراض اللي بتحصل له بسبب وجوده في الاماكن المغلقه فسالها عن اعراض الحب، وبعدها يقعد لوحده وهو بيقطع الورده عشان يعرف اذا كان غيل بتكرهه ولا بتحبه، ويلعب لعبه بتكرهني وبتحبني، ويتصدم في الاخر لان حسب اللعبه طلعت بتكرهه، وقال ازاي تكرهني ده هي اللي غلطانه. ولما رجعت البيت لقته بعت لها المكنسه مع صاحبتها وقال لها كمان توصلها رساله ان المكنسه مناسبه لمستواها، فتعصبت عليها وقالت لها انت جبتها ليه؟ ورنت عليه وهي متعصبه، بس هو اول ما سمع صوتها ابتسم وقالت له تعالى خد المكنسه حالا. فقال لها لو مش عايزاها ارميها يا اما تجيبها بنفسك. ولما عرفت من صاحبتها انه مش في الشركه بحثت عن عنوان بيته وراحت له، وهناك لقت حرس وكاميرات وليله وخدوا منها كمان البطاقه عشان تدخل. ولما دخلت جوه عشان تروح له فلقت نفسها في عالم ملوش نهايه. ولما قابلت الموظفات اللي شغالين عنده ففكرت جون ساكن في غرفه في المكان وسالتهم عن الغرفه بتاعته فقالوا لها غرفه ايه؟ المكان ده كله بتاعه. فاتصدمت من الثراء الفاحش اللي هو عايش فيه. ولما وصلت عنده خدت المكنسه ورمتها له وقالت له تقصد ايه لما بعت المكنسه؟ ما انا لما طلبت منك اخدها ما رضتش تدهاني. فقال لها من الاول الغلطه غلطتي، لان لما خدتك ووديتك المستشفى كان لازم الموضوع ينتهي من وقتها، لانه كان مجرد عمل خير لواحده فقيره ومغتربه وانت فعلا بالنسبه لي مش اكتر من كده، فنصيحتي خد المكنسه هتنفعك. ولانها اتعصبت وسابته ومشيت وما خدتهاش فرماها هو في الميه وقال لها قلت لك قبل كده مش محتاجها، فلو عايزاها بقى انزلها طعم الميه. والغريبه بقى انها فاجئته ونزلت جابتها فاتجنن من تصرفاتها. ولما حاول يوقفها عشان يفهم ايه اللي بتعمله ده فرفضت تتكلم معاه، وعشان كده خد مفتاح المكنه بتاعتها ورماها في الميه. ولانها اتعصبت عليها قال لها انت ازاي كده؟ لما انا رميت المكنسه كان المفروض تطلبها مني ان انا اجيبها لك او تطلبي ان انا اعتذر لك، اديني على الاقل فرصه
نقرب لبعض، انما تنزل الميه بنفسك عشان تجيب المكنسه. فقالت له طب انزل هات المفتاح طالما انت رميته. فقال لها دلوقتي انا هعتذر لك واياك تنزل الميه تاني، هشتري لك 100 مكنه بس تعالى عشان تغسلي الاول. بس المفاجاه لما دخل جوه لقى والدته مستنياه، والاول ما شافتها معاه اتخنقت جدا لانها طبعا عايزه تتجوز واحده غنيه، واتهمتها كمان انها واحده شمال. فجون زعل من والدته عشانها، وهي اتخنقت وسابتهم ومشيت، وهو نزل بنفسه الميه عشان يجيب لها مفتاح المكنه. وفي متجر جون كانوا عاملين رحله رومانسيه مع سوكا لمده اسبوع في جزيره جيجو، واللي هيقضيها مع سوكا هو الفايز بالجائزه الاولى. ولما جم يقابلوا الفايزين ولان الفايزه بالجائزه الاولى كانت حامل على اخرها، فطبعا مش هتقدر تروح، والفايز بالجائزه الثانيه كان راجل كبير في السن، فطبعا مش هيجيبوا واحد يقضي اسبوع مع سوكا، فاختاروا الفايز بالجائزه الثالثه، وبكده الرحله تكون من نصيب غيل واللي كانت كسبانه المكنسه. فتعصب على الموظف وقال له ابعت الفايز بالجائزه الرابعه. بس للاسف غيل كانت اساسا سافرت، ولان اساسا فريق غيل هيسافر نفس المكان وهيعملوا فيديو كليب مع سوكا، فاتفاجئ ان حبيبته وابن عمه اللي مش طايقه هيكونوا هما الاثنين مع بعض في رحله على حسابه. ولما وصلت غيل المكان قابلت هناك سوكا، واللي كان فرحان جدا بوجودها لما عرف كمان ان هي اللي هتقضي الاسبوع معاه. بس هي فرحه ما تمت لانهم الاثنين لقوا جون قدامهم، وده لانه اساسا بيغير على غيل، واول حاجه عملها حجز المكان كله عشان ما يديهمش فرصه يقعدوا هما الاثنين مع بعض لوحدهم. بس سوكا طول ما هو قاعد عمال يتغزل فيها، وهي كمان ما صدقت واتغزلت فيه لانها من معجبينه، وهو قاعد يبص لهم وهتجيله جلطه، وبعدها يبص لها وهو هيمان بيها، وافتكر لما اهانها عشان الشنطه، ولما روحت قعدت لوحدها وزعلانه، فراح هو وراها وقعد يبص عليها، بس وقتها ما حسسهاش بوجوده. وافتكر كمان لما نزل الميه وجاب لها المفتاح، ولما راح اشترى الهدوم اللي كان مديها لها وهي سابتها وما رضتش تاخدها، وهي قعدت تبص له برضه وهي هيمنه لانها برضه مجنونه بيه. وافتكرت نفسها لما بعت لها رساله عشان يقابلها، ووقتها قامت تلبس وتتشيك عشان تروح تقابله، ولان الهدوم كلها كانت ضيقت عليها فاضطرت تروح بالطقم اللي قابلته بيه. ولما سوكا قام قعد يتريق عليها وعلى اسلوبها وهي كانت بتدلع سوكا، ولانها برقت له فقال لها ما انت كنت من شويه رومانسيه مع سوكا دلوقتي قلبت لي. فقالت له بس سوكا بيحسسني بانوثتي، انما انت طول الوقت بتحسسني بفقري وبتعتبرني بالنسبه لك حاله خيريه وما بتهتمش بيا خالص. فقال لها سوكا اللي انت بتتكلمي عليه ده زير نساء، وكل يوم مقضاها مع واحده شكل. ولما يون قابلتهم هناك لانها مخرجه الاعلان بتاع سوكا، ولانها سالته عن غيل، فقال لها انا في حياتي ما عانيت ان اقنع واحده تتعشى معايا، فارجوكي تمشي دلوقتي لان طبعها صعب جدا وخايف تسيبني وتقوم. فيون اضطرت تمشي، فغيل خدت بالها انها شافتها قبل كده وانها نفس البنت اللي كانت طردتها من صاله كبار الزوار، وراحت وراها بسرعه وفكرتها بنفسها. فيون خافت منها وعملت نفسها واحده تانية، وفضلت تزعق ليون لانها كانت هتضيع مستقبل صاحبتها، ولان جون كان واقف وسمع كل الحوار، فاتدخل وطلب من غيل انها تعتذر لها، وعشان كده اتخنقت جدا وصعبت على نفسها. فقالت له انت حسستني ان انا خنت البلد ولا دخلت الجنه برجليا. ولما طلع بره حاول يصلحها وقال انا ما كنتش بدافع عنها، انا كنت بدافع عن مبدا، ولانها صعبانه على نفسها. قالت له هي الناس دي احسن مني في ايه؟ فقال لها في ناس في الدنيا دي عايشه معانا وما يعرفوش رصيدهم في البنوك من كتر فلوسهم، وعشان كده الواحد منهم بيدفع 100 مليون في السنه عشان يقدر يعيش في مكان يبعد فيه عن الفقراء، وهي دي عقلياتهم وما نقدرش نغيرها. وهناك برضه قابلت المدرب بتاعها واللي كان رافض انها تيجي معاهم لان الاكشن كله هيكون في عربيات، فكان خايف عليها، واداها مفتاح الغرفه بتاعته وقال لها استنيني فيها. ففرحت جدا لانه ما زعلهاش لانها كانت خايفه من رد فعله لما يشوفها. بس جون الغيره جننته اكتر وقال لها انت ازاي فرحانه كده بعد ما راجل طلب منك تستنيه في غرفته، واتجنن اكتر لما قالت له انها راحت تستحمى. ولما سوكا قابل يون فهم منها انها جت هنا عشان تبدا معاه صفحه جديده عشان يكونوا اصدقاء، وده لانها بتحب جون ابن عمه وبتقرب منه عشان تتجوزه. فقال لها هو زعلان ازاي بكل سهوله كده تقدري تحولي الحب لصداقه. فقالت له اللي بينا ما كانش حب، وسالته عن غيل وهي بتشتمها، فعشان يضايقها قال لها خلي بالك من كلامك، اللي بتشتميها دي جايه معايا وانا بحبها. فقالت له بس دي مش نوعك المفضل. فقال لها هو زعلان حتى انت عمرك ما كنت من نوعه المفضل، وسابها ومشي وهو مقهور منها. وطلع ان هو اللي كان مظلوم مش هي اللي كانت مظلومه، ويون كانت بالنسبه له كانت اول واخر حب في حياته. وافتكر لما كان في عز شهرته طلب منها يتجوزه بعد قصه حب كبيره بينهم، بس هي صدمته صدمه عمره ورفضت، وقالت له انت بالنسبه لي ماضي وخلص. وده لان يون غنيه جدا وبنت وزير، فكانت شغلتها الوحيده هي الصرمحه مع المشاهير، وبعدها بتسيبه وتدور على غيره. ومن وقتها سوكا هو حزين وكل يوم بيحاول ينساها بالستات اللي كل يوم بيقابلها، ومع ذلك برضه مش قادر ينساها. وراح وهو متعصب لجون وقال له انا عايز غيل تكون دايما جنبي، وعرض عليه ان هم يعملوا سباق بالعجل واتراهنوا على اللي يكسب فيه هو اللي هياخد غيل. فجون وافق، ولما طلعوا عشان يتسابقوا غيل كانت موجوده في اوضه المخرج وشافتهم، وسوكا قال له لو خسرت ما تتدخلش في علاقتنا انا وغيل. فجون قال له ما تقلقش مش هتحبك. فقال له واضح انك ما تعرفهاش كويس، ولانك ابن عمي عارف انك ما تقدرش تتخلى عن كل حاجه عشان واحده، انما انا ممكن اتخلى عن كل حاجه. فجون قال له مش هرحمك، ولان غيل بتحب المجازفه فطنشت جون وعرضت على سوكا انها تخرج معاهم. وقبل ما يبداوا السباق جون قال لها خلي بالك لا تتوهي لان المكان كله غابات وخايف عليكي. وبداوا بالفعل السباق باتفاقهم ان هم يمشوا على خريطه، واثناء ما هم في السباق سوكا زنق على جون فخبط يافطه وغير اتجاهها، ولما جت غيل وراهم دخل الطريق غلط بسبب اليافطه، ولان جون طول الوقت في السباق كان قلقان عليها وكل شويه يبص وراه عشان يخلي باله منها، فلما اختفت بدا يقلق، وعشان كده سوكا وصل قبله وهو اللي فاز. ووقتها جون نسى المسابقه خالص وكل تركيزه بقى مع غيل، واللي قلقه اكتر لما كلمها على سلك سمعها بتصرخ، فبداوا هما الاثنين يقلقوا عليها وطلعوا بسرعه عشان يدوروا عليها. ورجع جون الغابه تاني عشان يدور عليها هو قلقان، فاتفاجئ ان اتجاه اليافطه اتغير وعرف انها تاهت، ودخل بالفعل نفس الطريق عشان يدور عليها. ولما وصل هناك حس ان في حاجه
حاجه غريبه بتحصل، وعشان كده خاف جدا. وبكده يخلص الجزء الاول. اتمنى يكون عجبكم الملخص. ما تنساش تعمل لايك واشترك بالقناه عشان يوصلك كل جديد، وانتظروا ان شاء الله الجزء الثاني. سلام.